هنتكلم عن غيابات النادي الاهلي في مواجهه المصري البورسعيدي، ايضا هنتكلم عن التشكيل المتوقع. قبل اي حاجه يا معلم ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترزع اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناه. طبعا الاشتراك مش هيكلفك حاجه ولا اللايك، فما تبخلش عليا بالاثنين. مبدئيا هتكلم عن غيابات الاهلي في مواجهه المصري البورسعيدي، واول لاعب معانا هو امام عاشور. معلومه بسيطه عن امام عاشور وحاجه هتفرحنا كلنا. امام عاشور بنسبه 100% هيلعب السوبر المصري اساسي. طبعا تقارير داخل قناه الاهلي بتقول ان امام عاشور بنسبه 100% هيلعب اساسي في بطوله السوبر المصري في الامارات. ومعانا اللاعب الثاني الغايب عن مواجهه المصري البورسعيدي النهارده هو حسين الشحات. اللاعب الثالث محمد شريف، اللاعب الرابع اشرف داري، اللاعب الخامس احمد عبدين، اللاعب السادس وهو محمد علي بن رمضان. النهارده اللاعب كان هيلعب ولكن حس باصابه بسيطه او شد في العضله الخلفيه، فالمدرب ريحه ومرضاش يجازف فيه في مباراه المصري البورسعيدي. طبعا بالنسبه للتشكيل المتوقع بعد نزول قائمه المباراه، بالنسبه للتشكيل المتوقع لمباراه المصري والبورسعيدي: في حراسه المرمى محمد الشناوي، ظهير ايسر محمد هاني، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم وياسين مرعي، ظهير ايسر كوكا. هتقول لي ليه كوكا؟ هقول لك ان تقارير داخل النادي الاهلي بتقول ان المدرب هيدفع بكوكا النهارده. خط الوسط بعد رجوع مروان عطيه من الايقاف هيبقى معانا مروان عطيه واليو ديانج. هننتقل لخط الهجوم: جناح ايمن تريزيجيه، مركز 10 زيزو، جناح ايسر بن شرقي، وفي مركز راس الحربة السلفيني جريديشار. ان شاء الله باذن الله الفوز يكون من حليف الاهلي. طبعا الاهلي في المركز الثاني برصيد 22 نقطه، وفي المركز الاول سيراميكا كليوباترا برصيد 23 نقطه. طبعا المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 19 نقطه. ان شاء الله الفوز من حليف النادي الاهلي ويصعد المركز الاول برصيد 25 نقطه، وان شاء الله الدوري اهلاوي. قولوا لنا في التعليقات توقعاتكم لمباراه النهارده، هل الاهلي يقدر يفوز بسكور ضد المصري البورسعيدي ولا اللعيبه هتلعب بنفس المستوى اللي لعبوا بيه ضد بتروجيت؟ بس كده يا معلم، لو اول مره تتفرج عليا ما تنساش اللايك والاشتراك، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنزل لك اي خبر ينزل حصري هنزله لك اول باول. سلام.